بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا بكره اول جلسه للقضيه الشهيره بهتك عرض او التعدي على الطفل ياسين اللي في محافظه البحيره مدرسه كارما الخاصه للغات. المدعو او الجاني اللي هو المدعو صبري كامل 79 سنه. بيتم الاعتداء جنسيا على طفل عمره 5 سنوات بمساعدة طبعا أحد العاملات بالمدرسة. والله أعلم مين تاني بظهره. طبعا احنا سمعنا كلام كتير وسمعنا أقاويل كتير إن الدادة كانت داخلة في الموضوع، وإن مديرة المدرسة طلعت مع لميس الحديدي وقالت أنا ما عنديش تعليمات إن أنا أتكلم وأقول أي حاجة، بس القانون هياخد مجراه، وإن شاء الله القانون هياخد مجراه وهيطلع مين اللي داخل في الموضوع مع الجاني، اللي ان شاء الله ياخد عقاب وعقاب شديد كمان، عشان الموضوع بقى رأي عام، مش حق ياسين لوحده، هو حق كل مواطن مصري في اللي حصل في الطفل ياسين. ونتمنى واحنا متأكدين، مش نتمنى، احنا متأكدين من القانون هيجيب حقه ان شاء الله. وبشكر طبعا كل السادة المحامين اللي قائمين على الموضوع او اللي هم يعني تطوعوا او بيتطوعوا في ان هم يجيبوا حق ياسين، حتى لو بالسوشيال ميديا، مش لازم يكون بيحضر بكره في جنايات البحيره، محكمه إيتاي البارود بمحافظه البحيره. بكره اول جلسه ان شاء الله باذن الله. يعني نتمنى الخير ونتمنى حق ياسين يرجع وحق والده. وانا بشكر طبعا الناس اللي هي مش جايبه سيره عن اهله، ويا جماعه ما ننشرش اي صوره. اللي يظهر قدامه صوره للطفل او للاهل يا ريت ما حدش ينشرها، لكن المجرمين اللي داخلين في الموضوع لا، ده احنا ننشر الصور وننشرها، واللي يقعد هتلاقي صوره ينشرها، يعني فاهم، عشان بس يتعرف ان ما واحد يبقى عنده 79 سنه يعتدي على طفل عنده 5 سنين. احنا وصلنا لايه؟ فين الرقابه؟ ومدرسه خاصه ولغات، ومدرسه تتبع لناس ناس تقيله مش قليلين على فكره، دون ذكر اسماء المدرسه تتبع لمين ومين مالكها. كلنا عارفين قوي كويس مين صاحب المدرسه ديت او مين صحابها، بس احنا مش هنتكلم في الموضوع دوت عشان ده ما يهمناش. احنا عايزين نمسك المتهمين اللي كانوا سبب رئيسي في اللي حصل للطفل، وان المديره تطلع تقول انا ما عنديش تعليمات اتكلم وانا خدت براءه من النيابه. ما اعرفش خدت براءه على ايه، ما انت مديره المدرسه فانت مسؤوله الاولى عن الحادث اللي بيحصل دوت مع الجاني ومع اللي كانت بتسهل ليه. طبعا كان ده بناء على التحريات وبناء على الوقائع اللي اتقالت، بس احنا لسه هنشوف التفاصيل ايه، وهنشوف القضيه لسه بينا على ايه، وان شاء الله العقاب يبقى رادع. واتمنى من القضاء المصري ان هو في النوعيه دي من القضايا يبقى في استثناء في الاحكام، ويبقى العقاب رادع جدا حتى لو هيبقى مخالف للقانون، بس عشان خاطر ده ما يتكررش تاني. لما 5 سنين يتم هتك عرضه من واحد عنده 79 سنه ولسه من قريب نفس الواقعة أو شبيه بيها، بس في مدرسة حكومية في منطقة المرج، واحد يتسلل ويخش المدرسة ويحاول يعتدي على طفلة عندها نفس العمر تقريبا. احنا رايحين على فين؟ الله أعلم. وزارة التربية والتعليم ناوية تعمل إيه في القصة دي؟ الله أعلم. هتفضل سايبة المدارس سداح مداح كده؟ الله أعلم. هيبقى مفيش رقابه على المدارس وبالاخص المدارس الحكوميه اللي بيبانها تبقى مفتحه واللي داخل والخارج ما حدش عارف مين طالع ومين داخل؟ الله اعلم. ايه الوضع؟ الله اعلم. اخره وزير التربيه والتعليم معانا ايه؟ الله اعلم. مكمل معانا لحد امتى؟ الله اعلم. هنستحملك لحد امتى؟ برضه الله اعلم. يعني انا مش عارف بصراحه هو يعني تم اختياره بناء على ايه؟ بساعة ما مسك وزاره التربيه والتعليم وانا شايف ان مفيش اي جديد في الوزاره، بل بالعكس احنا لغايه وقتنا هذا في 2025 عندنا مدارس في جمهوريه مصر العربيه فترتين. ازاي؟ ما اعرفش ازاي لغايه دلوقتي احنا عندنا لسه مدارس بتشتغل فترتين. ليه؟ هل احنا ما عندناش الامكانيات نبني مدارس عشان نقلل الكثافات؟ لا عندنا. طب احنا ليه ما بنعملش ده؟ فين دور معاليك في الموضوع ده؟ ان انت توسع. مشكله المرج يا فندم حصلت بسبب ان المدرسه ليها فترتين، واحد فتره داخله وفتره خارجه، والعكس صحيح هيصه.
ولا حد عارف مين داخل ولا حد عارف مين داخل ولا مين خارج، وكله بيخبط في بعضه. دخل المجرم وكان عايز يعمل جريمته، والله اعلم بقى طبعا، لسه برضه ما نعرفش تفاصيل هل هو عملها ولا ما عملهاش، هل تم القبض عليه اصلا ولا لا. ليه المدارس مش بتركب فيها كاميرات عشان تتجاب اللي خارج واللي داخل، عشان يبقى سهل على الحكومه او سهل على الجهات الامنيه توصل لاي جاني بيفكر يعمل اي حاجه تخص الاطفال. انا كأب عندي اولاد في مراحل الدراسه الثلاثه، انا اولادي في مراحل الدراسه. انت متخيل انا كأب اسمع او ابني يقول لي انا حصل فيا 1 2 3؟ يعني انت متخيل انا ممكن اعمل ايه؟ اي اب فينا تخيل كده لو انت ابنك مكان ياسين ولا بنتك مكان بنت المدرسه بتاعت المرج. يعني انا مش فاهم، يعني فين التعليم بقى، فين الخوف هنا، فين الامان للاولاد، فين يا جماعه، في ايه بعد كده؟ في ايه بعد كده لما ابني يحصل له حاجه زي كده؟ خلاص هو في حاجه تاني؟ في حاجه ابعد من كده؟ يعني اقول ايه؟ طيب لا تعليق، لا تعليق. وفي الاخر طلع امبارح معالي المديره بتقول للميس الحديدي انا عندي تعليمات ما اتكلمش. طب انت طالع ليه؟ طب انت عندك تعليمات ما تتكلميش، والله اعلم مين مديك التعليمات، وليه اصلا ما تاخدي تعليمات بكده؟ امال مين اللي هيتكلم لو انت ما تتكلميش؟ ومين اللي هيقول؟ مين اللي هيوصل للراي العام؟ مين؟ طب دي طالعه في التلفزيون طالعه بتغزينا يعني؟ ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله ويظهر الحق. وانا حاسس ان انت ليكي دور قوي مع اللي اسمه صابر كامل ده في القضيه دي، احساسي انت وهو والعامله اللي كانت بتساعدهم في الموضوع. اتمنى ان شاء الله القانون او التحقيقات تظهر الحق وربنا يكرم وحق ياسين يرجع. وبكره كلنا بندعم ياسين في اول جلسه بكره ان شاء الله 30/4 باذن الله، وهنبقى متابعين الموضوع، واي جديد هيحصل فيه هنحاول نبلغ، عشان انا الموضوع مأثر فيها جدا، عشان اتكرر مرتين ورا بعض، مره في المرج وبعدين مره. ويا عالم الحاجات اللي بتحصل احنا ما نعرفهاش، دي حاجات اللي ظهرت على الساحه، لكن في حاجات بتحصل ممكن بيتدار عليها وشكرا، لكن دي اللي ظهرت وفتره قريبه ما كملناش، مفيش فرق اسبوع تقريبا، ما كملناش اسبوع و10 ايام ما بين حادثه المرج وحادثه مدرسه الكرمه دمنهور. تحياتي ليكم، وان شاء الله حق ياسين يرجع وربنا يسترها علينا. ويا ريت يا معالي الوزير لو الحمل تقيل عليك سيبه، مش عيب على فكره بقدم استقالتك، مش عيب، لكن العيب ان انت تكمل وانت مش قادر على حاجه زي كده. تحياتي ليك وتحياتي لكل الوزاره وتحياتي للشعب المصري، واتمنى تشد حيلك شويه معانا. قادر كمل، مش قادر قول سلام عليكم، وده مش هقلل منك. شكرا.